الحلم الحلم يا سود الأطلس. الحلم فاضل عليه تكة. الحلم يا سود الأطلس، الحلم حلم كل مواطن عربي شريف إن يشوف المنتخب المغربي بطل لكأس العالم، إن يشوف المنتخب المغربي بيرفع كأس العالم. الحلم يا سود الأطلس، الحلم يا سود الأطلس فاضل عليه تكة، فاضل عليه حبة، فاضل عليه خطوة. نقدر والله العظيم، نقدر والله نقدر. وسود الأطلس وقعت في أقوى مجموعة في كأس العالم وصعدت، وقعت مع أسبانيا وصعدت ولله الحمد، مع البرتغال وصعدت، والماتش الجاي مع فرنسا. مهما كانت النتيجة احنا فخورين بيكم، بس انتوا وصلتونا مرحلة الطمع. انتوا وصلتونا لمرحلة ان احنا خلاص بنحلم حلم جميل مش عايزين نصحى منه، مش عايزين نصحى من الحلم ده. انتوا وصلتونا لمرحلة ان احنا عايزين البطولة. هي مهما كانت النتيجة احنا فخورين بيكم وبأدائكم المشرف طول البطولة، بس انتوا وصلتونا للمرحلة دي، وصلتونا لمرحلة ان احنا عايزين الكاس، عايزين نشوف المغرب بالكاس. وصلتونا لمرحلة الطمع، وصلتونا لمرحلة ان احنا الحلم اللي احنا بنحلمه ده مش عايزين نصحى منه، مش عايزين نفوق منه. عايزين الحلم يتحقق، عايزين حلم يتحقق. رسالة لكل لاعب، لكل لاعب بيلعب في المنتخب المغربي. مباراة فرنسا دي مباراة مصيرية، مباراة مصيرية. اعمل كل اللي عليك في الملعب، اعمل كل اللي عليك في الملعب، حرفيا انتحر في انتحر في الملعب، انتحر في الملعب. بس اهم حاجة نتأهل للنهائي، اهم حاجة ان شاء الله بإذن الله الشعب العربي كله يفرح. لان دلوقتي ما بقتش الفرحة فرحة الشعب المغربي وبس، فرحة الشعب العربي كله، فرحة كل مواطن عربي شريف. كل مواطن عربي شريف ورا المغرب دلوقتي، كل مواطن عربي شريف وضع المغرب، كل مواطن عربي شريف بيحلم ان يشوف المغرب بطل لكاس العالم. فارجوكم ما تصحوناش من الحلم ده، ارجوكم خلينا نصحى من الحلم ده على حلم جميل بيتحقق. ان شاء الله باذن الله المغرب بطل لكاس العالم. من حقنا نحلم ومن حقنا نصدق حلمنا. انتوا وصلتونا للمرحله دي، وان شاء الله باذن الله المغرب هيكون بطل لكاس العالم النسخه دي ان شاء الله باذن الله. حلم كل مواطن عربي شريف. فانتوا يا سود الأطلس خليتونا نحلم، خليتونا نحلم في وقت كان آخرنا كعرب إن احنا نقول ياه لو وصلنا دور ال16، ده لو وصلنا دور ال16 ده يبقى عملنا إنجاز، يبقى عملنا إعجاز كروي. انتوا خليتونا نحلم، دخلنا المربع الذهبي. انتوا خليتونا نحلم بالبطولة، خليتونا نطمع إننا نشوف المغرب بطل لكأس العالم، خليتونا نطمع إن احنا نشوف المغرب بطل كأس عالم. طمعنا خلاص، انتوا وصلتونا للمرحله دي. فعشان كده انتوا مش بتلعبوا باسم المغرب بس دلوقتي، انتوا بتلعبوا باسم الوطن العربي كله. فهتنزلوا الملعب قدام فرنسا تاكلوا النجيله، هتنزلوا الملعب قدام فرنسا عشان تتاهلوا. بطاقه التاهل تيجي باي ثمن، باي ثمن تيجي بطاقه التاهل. تطلعوا من الملعب منصورين ان شاء الله باذن الله. ومهما كانت النتيجه احنا فخورين بيكم. اعملوا بس اللي عليكم، اعملوا اللي عليكم بس، والباقي ده النتيجه من عند ربنا، التوفيق من عند ربنا. وان شاء الله ربنا مش هيخذلكم، ربنا مش هيضيع تعبكم ان شاء الله باذن الله. حرفيا المنتخب المغربي اكتر منتخب تعب في البطوله دي. بص المجموعه اللي وقع فيها المنتخب المغربي، مجموعه من اصعب المجموعات في البطوله، مع كرواتيا اللي هي وصيف بطل العالم النسخه اللي فاتت. مع مين تاني؟ مع بلجيكا المصنفه الثانيه عالميا. المغرب صعد اول بسم الله ما شاء الله. تعال بص بعد كده، بعد ما صعد قابل مين؟ قابل اسبانيا، منتخب قوي جدا، منتخب قوي جدا، منتخب مرشح للبطوله اقصاه. قابل البرتغال، منتخب قوي جدا، منتخب مرشح للبطوله اقصاه ولله الحمد. فمن حقنا نحلم، وما حدش يقول لي اصحى من الحلم، ما حدش يقول لي اصحى من الحلم. انا الحلم ده مش هصحى منه الا وان شاء الله باذن الله المغرب بطل لكاس العالم. ان شاء الله باذن الله كل مواطن عربي شريف هيصحى من الحلم ده على ان المغرب بطل لكاس العالم. من حقنا نحلم، من حقنا نحلم. وشكرا للمغرب، شكرا للمغرب، وشكرا مونديال 22 في قطر انه وحد الامه العربيه. ذكرنا بحاجات كتير قوي، بالقضيه الفلسطينيه، قضيتنا اللي مش هننساها ابدا، اللي مش هننساها ابدا. المغرب خلت كل شعوب الوطن العربي متوحده على كلمه واحده، متوحده وراء المغرب. المغرب بينت المعدن الحقيقي للمواطن العربي. الجزائري بيحب المغربي، التونسي بيحب المغربي، الليبي بيحب المغربي. سيبكوا بقى من الفتن اللي بتحصل على مواقع التواصل الاجتماعي والكلام ده. احنا والله كشعوب بنحب بعض، اقسم بالله احنا كشعوب للوطن العربي بنحب بعض. الليبي اقسم بالله يموت على المغربي،
التونسي يموت على المغربي، الجزائري يموت على المغربي، المصري يموت على المغربي، والمغربي يموت عليهم والله العظيم. وطبعا كلنا نموت على فلسطين اللي مش هننساها، مش هننساها. كل التوفيق لأسود الأطلس، كل التوفيق لأسود الأطلس في الملحمة الكروية اللي هتبقى قدام فرنسا. إن شاء الله هتبقى ملحمة كروية هنحكيها لأولادنا، هنحكيها لأولادنا، هنقول بصوا الأسود عملوا إيه، بصوا الأسود اتأهلوا إزاي. مهما كانت النتيجة اللي عملتوه ده هنحكيه لأولادنا وهنحكيه لأحفادنا. بس بقى احنا طمعنا خلاص، انتوا وصلتونا لمرحلة الطمع في البطولة. اعملوا اللي عليكم في الملعب والنتيجه من عند ربنا. كل التوفيق لاسود الاطلس. كان لازم اعمل الفيديو ده وانزله على القناه بصراحه، لاني ما اقدرش بصراحه ما ادعمش المنتخب المغربي ولو بكلمه. ده اللي انا اقدر اقدمه، ده اللي انا اقدر اقدمه. والله بموت على المغرب، بحب الشعب المغربي بطريقه غير عاديه، كل شعوب الوطن العربي والله. بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي، وان شاء الله هنطلع بعد المباراه عشان نفرح كلنا، كل الوطن العربي ان شاء الله باذن الله. استنوني في الفيديو الجاي كتير، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه في كل حته. السلام عليكم.